الجو برد، طبعا الجو برد، عايزين ندفي الشقة ونعمل حاجة حلوة تدفينا واحنا قاعدين. يلا بينا نشوف هنعمل ايه النهاردة. معلش المقطع بتاع العجن ما تسجلش او ما تصورش. هقولك مقادير 2 كيلو من الدقيق. تعالي هنا هنعمل قرص طرية وهنعمل منها قراقيش تحفة، بس هنخليها زيادة في المادة الدهنية شوية عشان القرص ما تبقاش ناشفة، وعايزين القراقيش كمان مقرمشه. ممكن هنعمل ايه؟ هاتي معايا كيلو دقيق. هقولك مقادير الكيلو دقيق او الاتنين كيلو دقيق زي ما انت عايزه. هتجيبي 2 كيلو من الدقيق، هتحطي عليهم معلقتين من السكر، 4 معالق من السكر، ومعلقتين ومعلقه كبيره خميره فوريه، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، ورشه من الملح. وعلى كل كيلو هتحطي كوبايه من السمنه ونص كوبايه من الزيت عشان تبقى طعمها حلو من السمنه، ومن الزيت تبقى مقرمشه وحلو. طلعنا كده هنا شويه قرص طريه تحفه. طبعا انا عندي ابن ليا بياخد معاه وهو رايح الجيش القرص، وكمان بيحبها طريه عشان تفضل معاه وقت تاني. يا رب ربنا يحمي اولادنا كلهم، وربنا يجيب بالسلامه لكل ام ابنها بالف خير وصحه يا رب. يلا بينا دلوقتي. انا قعدت كده قدام الفرن زي ما قلت لكم. اعجني بقى بايه؟ عندك لبن رايب اعجني بيه مع شويه لبن حليب. حطي الاول السمنه، كوبايه السمنه ونص كوبايه الزيت، ورشه من السمسم، معلقتين كبار من السمسم. وابدأي بقى ايه، انزلي بس حلوه كده، بس بيسي القرص دي بس كده لحد ما الدقيق بتاعك يشرب السمنه بتاعتك وتبقى مرمله كده، ويبقى الدقيق مرمل زي الرمله كده. بعد كده هننزل بايه؟ لو الخميره بتاعتك انت مش عارفاها، حطي معلقه كبيره من الخميره مع معلقه من السكر بشويه ميه، واعملي واعجني وانزلي بقى بسيها زي ما قلت لك. وبعد كده شويه لبن دافين على كوبايتين زبادي هيطلعوا لك احلى قرص. هنا قطعت شويه منها قراقيش زي ما انت شايفه كده، كانت طعمها وريحتها قلب الدنيا. وكمان بعد ما اختمرت حلو بدأت قطعتها الأول وبعد كده خمرتها. بتخمر في الأول وبعد كده بتسيبيها تخمر كمان بعد ما تشكليها. بصوا منظر القراقيش تحفة تحفة تحفة. بسم الله ما شاء الله. يعني العيال اللي كنت بطلعه من الفرن كانوا بياكلوه وانا قاعدة جنب الفرن. قاعدين جنبي بقى، يا ماما كوباية شاي بلبن، يا ماما كوباية شاي، وقاعدين جنبي طبعا متدفيين في الفرن. وبقيت اللي طلعه معنى كده ان ولادك قاعدين حواليكي. القعدة دي بالدنيا وما فيها، وكمان بتبقى ريحة البيت خير. لو عندك دي البيت ما فيهوش دي، ده مثل احنا كلنا عارفينه. يلا قومي دفي الشقة بتاعتك كده. وعندي كمان فيديو للقرص دي، خشي عليه كامل هتشوفيه على القناة بتاعتي على شروق ماما في المطبخ. وسلام.